السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تشتركوا في القناة وتعملوا اللايك الحلو كده فضلا وليس أمرا. النهاردة طبعا هعمل معاكم بس البيتفور، بس يا ريت كده لو أول مرة تشاهديني تشتركوا في القناة واعمل اللايك كده، يا ريت يعني فضلا وليس أمرا، عشان أنا بشوف المشاهدات أكتر من المشتركين. يعني يا ريت لو اول مره تشاهديني وفتحت الفيديو اشتركي في القناه، مش هتخسري حاجه يعني، ولا يعني ايه، يا ريت كده تشتركوا في القناه كده عشان العيله بتاعتي تكبر ان شاء الله. انا افضل كل فيديو كده اقول لكم لغايه ايه القناه ما تكبر ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم البوتفور طبعا، وما قلتوليش رايكم في الحاجات اللي انا عملتها. النهارده هعمل بوتفور، انا زي ما بقول لكم بحب اعمل الحاجه في البيت، بحب ريحتها في البيت وما بحبش اشتريها. لو اشتريتها اشتريها بمبلغ ومش هعمل نفس، ولو اشتريت كمان بنفس الفلوس مش هعمل نفس الكميه اللي انا عاملاها في البيت. احنا طبعا هنعمل هنا بالحاجات المكونات اللي معايا هنعمل كميه حلوه وكده وهتكفينا كذا يوم. الا لو هتروحي تشتري كيلو هتشتريه بمبلغ ومش هيكفيكي كذا يوم، يعني هتاكلي كل واحد ياكل عينات كده وخلاص. انا بحب اعمل ايه في البيت كده، يبقى عندي كده والريحه بتاعته كده خير في البيت. يعني ما بحبش اشتري حاجه العيد، وانت كمان ما تشتريش، اعملي الحاجه في البيت احسن يعني. فرحي ولادك كده ولمهم حواليك كده وفرحيهم، ريحه العجين في البيت حلوه يعني. ان شاء مش هطول عليكم. هعمل البوتفور النهارده. طبعا البوتفور انا بعمله بالزبده، عمره ما عملته بالسمنه، يعني دايما البوتفور يبقى زبده. جبت الزبده الفرن دي، يعني جبت كيلو، بس انا ايه ما بقى شلت منها دول وزنتهم حوالي 800 850 جرام. دول 850 جرام زبده. انا هقول لكم بالمقادير اللي انا بعملها، انت حابه تضعفي ضعفي، بس انا هعمل بمقدار كيلو دقيق يعني. ب 850 زبده، وعليهم 340 سمن، اللهم صل على النبي، سكر بودرة. يبقى الزبدة 800. انت هتجيبي طبعا القالب كيلو، هتشيلي منه تخليها وزنها 850، والدقيق والسكر البودرة 340، وهتحط عليهم 4 بيض كاملين. انا بحط ايه تبقى البتفورية ماسكة نفسها كده وحلوة، ما بحط صفار ولا بياض كده، بحط ايه ال4 كاملين، وبحط 4 فانيليا وكيلو الدقيق. والكاكاو ده لسه شويه لما اعجن كده هشيل جزء من العجين كده احط عليه كاكاو. وده طبعا ايه لزوم ايه التزيين يعني في الاخر خالص. ده طبعا ده في الاخر خالص، بس انا حبيت اوريه لكم يعني. جايب ايه الوان وجايب ايه شوكولاته ساده يعني. ده بس ده في الاخر خالص يعني، بعد ما اعمله خالص كده هوريكم يعني بعمله ازاي. بس نمشي كده بالطريقه واحده واحده. طبعا ايه الزبده دي كانت في التلاجة عندي، طلعتها وزنتها، قلت ايه اقطعها كده، لازم تبقى جامده كده عشان ايه ما تبقاش سايحه معاكي يعني. طلعيها كده قبلها بشويه عشان ما تسحش معاك وتغلبك في الرب. انت حابه لو عندك عجان حطيه في العجان، عندك مضرب كهرباء اضربيه. لو ما عندكيش ده كله اعجني بايديكي عادي يعني، برضو بيديكي نفس الطريقه يعني. احنا زمان كانوا بيعملوا بايه، ما بيعملوا بايديهم يعني. انا هعمل بايديا، مش هعمل بالعجان ولا حاجه يعني، هعمل بايديا. ويا ريت كده لو عندك بنوته حلوه كده كبيره تدخليها كده تعجنلك تعجن معاكي كده، عشان ايه بكره وبعد هتبقى ست بيت تتعلم كده من الحاجات دي دايما. هبقى لو عندك ما اقول لكم بنوته كده تدخليها معاك المطبخ كده، عشان ايه بكره وبعد هتبقى ست بيت تبقى متعلمه كل حاجه يعني. علمي بنتك كده من هي صغيره يعني، يا ريت كده من هي في ابتدائي دخليها معاك المطبخ. بلاش ايوه في البدايه كده تشد عليها، بس ايه واحده واحده كده، عشان ايه الحاجه بعد كده لو كبرت وما عملتش معاكي، حتى لو هي كبيره هتبقى الحاجه صعبه عليها كده وهي مستصعباها وشايفاها ان هي صعبه عليها، او دي من هي صغيره. زي ما احنا اتعودنا يعني كده من احنا صغيرين كده كنا بندخل المطبخ من احنا صغيرين ونعمل مع امهاتنا. انت برضه عودي بنتك على كده، خليها كده تسيب التليفون دوت اللي ماسكاه وتقوم تعمل معاكي اهو. انا فضيت الزبده كانت لما في التلاجة اتلمت كلها يعني. ريحتها ايه ريحتها حلوه. في بيقولوا انواع مغشوشه بس معرفش النوع ده الاصلي، بس هو ايه انا سالت برضه قال لي لا ده النوع الاصلي. في انواع تاني بيقولوا نازله منها مغشوشه بس معرفش ليه يعني غشوها ولا ايه ده. اهو كده انا حطيت ايه الزبده كلها. وطبعا ايه الزبده دي اللي يريحك، ما تتقيديش بنفسك ايه بنوع زبده معين يعني، انت الزبده اللي تريحيها. في انواع تاني لو انت حابه اي نوع تاني اعمليه. ده انا طبعا ايه حطيت الزبده
واحط عليها السكر البودرة. زي ما بقول لكم انا بخلي بنتي تعجن، زي دي اللي هتعجن بنتي يعني. انا هحط لها كده المكونات وهي تعجن. اللي شايفينها دي بنتي هي اللي بتعجن. بحب ادخلها معايا المطبخ كده عشان تتعود على كل حاجة يعني. هي هتعجن دلوقتي. شايفين الزبدة ساحت ازاي مع السكر، بس لسه برضو عايزة ايه، رب اكتر. كل ما ترب كل ما تديكي ايه، لون كريمي كده. هي ابتدت اهو خلاص شوية كده، واحط لها الدقيق بس لسه شوية كمان عشان ترب الزيت تاني. يفضل كمان لو عندك عجان او مضرب هتديكي نتيجة حلوة بسرعة يعني، ما كنتش ايه هتتعبي يعني. هكسر بقى الاربع بيضات زي ما قلت لكم، بحط 4 كاملين، ما بحطش صفار ولا بياض، بحط 4 بيضات كاملين. بس كمان يفضل ايه ان تطلعوه من التلاجة قبلها بشوية عشان ايه ما يعملش في العجين كده ويعزل عن العجين يعني. طلعوه من بدري كده عشان السجعة بتاعتهم تروح. حط 4 كاملين، انا بحط 4 بيضات كاملين. انا بقول لكم المقادير بتاعتي، انت عاد على حسب ما متعوده. لو متعوده بطريقه تاني اعمليه، بس انا ده اللي متعوده عليه وبعمله كل سنه بنفس الطريقه. بحب اشارككم طريقتي هنا في المقادير عشان ايه ما بخلش عليكم يعني، بس انتوا بخلانين عليا بالاشتراك واللايك يعني. انا مش بخلاني عليكم باي حاجه، بس انتوا بخلانين عليا. طبعا هنحط اربع ورقات، اربع بيض، يبقى تحط 4 فانيليا، 4 ورقات فانيليا يعني. لو حطيت سايب حطي معلقه نص معلقه صغيره كده. اهو انا حطيت 4 فانيليا، احط 2 وارجع احط 2 تاني يعني. وتفضلي برضو تربي كده لغايه ما يديك لون كريمي معاك. هو طبعا ايوه هيتعب بالايد شويه، بس ايه برضو هنفضل وراه يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده هحط الدقيق. انا هحط كيلو، حوالي كيلو كده، بس ايه هحط شويه شويه كده. وطبعا ايه العجينه ما تعجنيش، بتلم. حطيت ايه كيلو الدقيق كله كده، بس ايه ما تعجنيش. والحاجات دي ما بتحبش العجن، انت بس تلمي ايه الدقيق مع السمنه مع السكر، ما بتعجنيش، تلمي بس. حطيت حوالي حطيت الكيلو، وعايز حوالي ربع كيلو تاني حطيته، وبعد كده قسمته بالنصين كده عشان ايه هحط له الكاكاو، عشان هعمل جزء بكاكاو وجزء من غير بالفانيليا يعني. احط كده جزء بالكاكاو. طبعا ده كاكاو خام، ده بحب اجيب الكاكاو الخام ايه احسن من العلب. العجين تحط له كاكاو خام. لو لقيت العجينه معاكي مش طريه حط لها قطعه زبده عشان ايه تبقى طريه معاك، عشان الكاكاو ده ممكن ينشفها معاكي يعني. بس انا حاسه بالعجينه طريه يعني مش هتحتاج زبده. ولسه برضه ايه هشتغل فيها واجربها واشوفها محتاجه حاجه ولا حلوه يعني. بعد ما عجنتها قلت اجرب عشان ايه ابقى عارفه العجينه حلوه ولا لا كده. قلت اجرب واحده بني واحده ايه فانيليا عشان اشوفها محتاجه دقيق ولا احطها في التلاجة. بس انا حاساها طريه شويه، بس اشوف ايه اجرب واحده كده. انا طبعا هعمله بالمكنه، ما بعملوش بالكيس يعني. انا بعمله بالمكنه، انت حابه تعمليه بالكيس ماشي، حابه تعمليه بالمكنه انا هعمله بالمكنه. هجرب بس ايه 2 كده لغايه ايه واشوفهم بس الاول، بعد كده ايه هحسبه كده يعوز دقيق عشان ايه الرسمه مش حلوه. لازم ايه ننزلها كويس كده عشان الرسمه تطلع معانا حلوه. هو بقى شكله كده عايز يتحط في التلاجة بس لسه هجرب واحده بن كمان عشان اشوف ايه العجينه حلوه ولا لا. نجرب البن كده نشوف اخباره ايه كمان. بس دي كبيره شويه نشيلها كده، نعمل واحده بدلها اهو. حلوه كده. اجربهم واشوف ايه هكمل ولا محتاج انت ايه ولا احطهم في التلاجة. لازم اجرب، بحب اجرب الاول الحاجه دي عشان اشوفها يعني كده هتطلع حلوه يعني. طبعا ايه جربته طلع مظبوط يعني. زي ما قلت لكم هو الكيلو خد حوالي كيلو وربع دقيق يعني. جربته كده زي ما وريتكم قبل ما لسه سويتها شايفينها ما تحمريش لونها عن كده اهوتي، هي لونه هيبقى دهب. هو مش بيقعدش حوالي 5 دقايق في الفرن يعني. هو البوتفور بيستوي بسرعه يعني حوالي 5 دقايق كده وخلاص على كده. وتوطي عليه الفرن ما تعليش. شايفين اهو دي البن اللي كنت عاملاه معاكم، ودي الابيض الفانيليا.
طبعا ايه انا بحب اعمل اشكال ايه شبه يعني اعمل منه بن وابيض عشان ايه لما الزقهم في بعض كده يبقى واحده بني واحده شوكولاته كده. ان شاء الله الزقهم معاكم وهتشوفوه يعني. طلع مظبوط وكل حاجه. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم ان شاء الله. ولا ساح ولا اي حاجه ولا حطيت له ايه تاني ولا ساح. انا قلت اجربه واوريه لكم اهو. لسه كمان هبدا اهو في الصينيه. لسه الصينيه هشتغل فيها. ولا يعني هو ساحل مظبوط يعني. وبيقول لكم هو بيستوي بسرعه يعني ما تعوريش في الفرن حوالي 5 دقايق بس. توطي الفرن وخلاص على كده. ولازم تحط بني مع ابيض عشان ايه تعرفي ان هو استوى وما تطلعوش احمر من كده يعني. سهله وشايفين اهو كده بعملها كده وادخلها جوه المكنه. بحب اعمل البتفور بالمكنه. المكنه دي عندي من زمان خالص ساعه ما اتجوزت والمكنه دي موجوده عندي. حلوه جربوها. انت قاعده على حسب ما تحبي. انت متعوده على الكيس ماشي. انا بحب ايه اعمل بالمكنه. حطيت الشكل ده. طبعا بيجي معاه اشكال كتيره بس انا ايه بحب اعمل ايه الشكل دواتي. كل عدد بعمله بنفس الشكل يعني. شايفين اهو قدامكم كل حاجه اهو. تنزلي كده واحده واحده لغايه انت هتحسي بالشكل نزل معاكي اهو. واحده جنب واحده اهو. دوسي دوسه خفيفه كده وينزل معاكي. حاولي ما تدوسيش ضغطه جامده عشان ايه ما تبقيش كبيره معاكي اهو. حبيت اغير الشكل جبت القلب ده عشان ايه ميبقوش كلهم شكل بعض يعني. نغير الشكل اهو. ايه نظبطها كده الاول بعد كده ايه نلفها كده. بس لازم زي ما بقول لكم تحطوا البني مع الابيض عشان لما يدخل الفرن تعرفوا استوى ولا لا. شايفين شكل القلب حلو كده اهو كده. هي سهل بس هي الناس ايه بتخاف من عميل البوتفور شويه يعني. بقول لكم ما تضغطوش جامد. انا حاسه ايه وسع دي خالص يعني القلب ده كبير شويه. هشيلها كده عادي لما تشيليها وتحط بدالها يعني اهو. تعملي كده. هي ضغطه بس مش عايزه ضغطه. كل ما تضغطي هي خلصت لسه عاملاها كمان. مليتها اشتغل تاني كده زي ما بقول لكم. تفضلي تنزلي لغايه ما تحسي ايه برضو مش حلوه دي. هي عيب بيغلب شويه بس مش مشكله يعني. اهم حاجه النتيجه معانا تطلع ايه حلوه اهو. شايفين بعمل كل حاجه مش بخلينا عليكم اي حاجه وبقولها لكم. اي حاجه لو صغيره كده بقولها لكم بس انتوا بخلانين برضو عليا بالاشتراك في القناه. شايفين اهو بس حلاوته كله اهو. ده اللي بنجيبه من المحلات ولا لا. انا غيرت وحطيت ايه العجينه بالشوكولاته. حبيت ايه اغير اهو. شايفين حاولي كده تحط جنب بعض كده وايه ما بيسيحش يعني خفيش اهو. شايفين كده حلاوته. بعد كبيره دي نحشها مش مشكله هنعمل بدلها كده كده كده. شايفين اهو اهو من الصينيه كده عشان ايه ما تدخلهاش كده. شايفين اهو. شايفين حلاوته اللقطه. ازيكم يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين. النهارده طبعا تاني يوم عامل البوتفور. ما عملتوش في نفس اليوم يعني. النهارده قبلها بيوم كده عملته وسويته وسبته كده. قلت ايه تاني يوم طبعا ايه هسلي عليه عشان ايه بياخد وقت شويه كده. قلت ايه لما اخلص كده بعد الفطار وبعد الصلاه وبعد كل حاجه كده اقعد ايه اعمله ان شاء الله. ومع كل سنه وانتم طيبين. طبعا ايه العيد بكره. كل سنه وانتم طيبين. يقعد علينا الايام بخير يا رب. وما تنسوش كمان انا مش حرماكم اهو من حاجه. عامله لكم كل حاجه قدامكم كده ومش بخلاني عليكم باي معلومه. يا ريت كده فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه واللايك يعني فرحيني بيه. سيحت شوكولاته حطيتها على حمام ميه سخنه كده. طبعا هي سهله يعني. دي الشوكولاته اللي وريتها لكم في المشتريات. هي سهله الواحد يحطها في طبق كده ويحطها على حمام ميه سخن كده ويسيح معاك. وهنا طبعا كنت جايبه من فرماسيل الشوكولاته هكبه كده في طبق. هعمل اشكال يعني. ده الفرماسيل الشوكولاته وده الفرماسيل الملون. هعمل من ده ومن ده هشكله يعني. قلت كده ايه اتسلى بيه كده اهو. تجيبيه احب اعمل كل شكلين زي بعض. احب اللي اخدت شايفين حلاوته ولا فرش ولا حاجه بس يمشوا بنفس الطريقه دي وهي هيعجبكم. بصي ولونه ذهب وحلو. اجيب ايه حته الشوكولاته كده
كتري الشوكولاته طبعا عشان ايه، وتجيبي نفسي. انا بحب احط كل شكلين زي بعض كده، اعملها كده، شايفين كده؟ اه. ممكن لو عايزه تسقطيها في الشوكولاته كده تسقطيها كده، وارجعي ايه حطها كده، كده خدت معاكي شكلها. وانت عادي التقفيله اللي تحبيها، حابه تقفلي بمربع ممكن عادي تقفلي بمربع اللي يريحك، اي حاجه تحبيها اعمليها، ما تتربطيش بحد معين يعني. ما اعمل واحده كمان اهو. جبت شكل تاني، انا عامله 3 اشكال بس. جبت الشكل ده اهو، فين هو ده. بحب ايه احط كل اتنين شبه بعض كده على بعض كده، شايفين كده حلاوته وطعمه يمسك في بعضه كده. ولسه كمان لما الشوكولاته هتكمل هيمسك اكتر يعني. تعمليه كده تسقطيه فيه الشوكولاته الملونه كده، ترصي كده كده، شايفين كده. تسيبيه هو يمسك نفسه دلوقتي ويبقى حلو يعني. هعمل لكم الشكل التاني، هعمل معاكم الشكل التاني، شايفين كده اهو كده اهو، في بعض كده، سقطيها في الشوكولاته اهو زي ما انتوا شايفين كده. حطيها هنا كده واحده جنب واحده كده عشان ايه الشوكولاته ما تقعش منك. ويا ريت كده ما تبخلوش عليها بالاشتراك واللايك، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، واشوفكم على خير ومع السلامه.